أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. رمضان مبارك سعيد، أتمنى أن تكونوا في أفضل الأحوال. كما يعلم الجميع، مباراة أخرى المغرب يصنع التاريخ ويفوز على السيليساو البرازيلية. فقد حقق المنتخب المغربي هذه الأمسية في الملعب الكبير بطنجة فوزا مهما وتاريخيا على السيليساو البرازيلي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بالملعب الكبير بطنجة. كما لاحظ الجميع، فالملعب الكبير كان عرسا كرويا وحضور على الكبير من الجماهير، وكان هنالك تيفو وفرحة الجماهير بما حققه المنتخب المغربي هنالك في قطر. فكما شاهدتم مشاهدينا الكرام، في الدقيقة 14 من الشوط الأول فرصة برازيلية، حيث أهدر روني هدفا بعد تلقيه كرة من فينيسيوس، لكن حارس بونو أغلق الزاوية على المرمى ليضرب الكرة عالية فوق المرمى، فيما رد يوسف ونسير في الدقيقة 23 بتسديدة مرت بجوار القائم، وسجل فينيسيوس هدفا في الدقيقة 26 من هدفين من تمريرة رائعة من إيديغار ميليتاو خلف المدافعين ليباغت حكيمي، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل عن طريق تقنية الفار، فيما أنهى أسود الأطلس الشوط الأول بهدف أحرزه بوفال في الدقيقة 29 من تمريرة حاسمة للشاب بلال الخنوس. فلا ننسى أداء بلال الخنوس الذي كان رائعا أمام أباطرة السيليساو في وسط الميدان بقيادة كازيميرو، لكن بلال الخنوس في هذه الأمسية بين أن هذا الشاب سيكون مستقبلا كبيرا في خط وسط الميدان، وكل التوفيق لهذا الشاب وكيل مجموعة وديد الركراكي. فيما استهل المنتخب البرازيلي الشوط الثاني مشاهدينا الكرام بتسديدة قوية من رودريغو في الدقيقة 48، لكن بونو كان له رأي آخر وأخرجها إلى الزاوية ببراعة، وبعد منتخب السيليساو مشاهدينا الكرام النتيجة في الدقيقة 67 بهدف أحرزه كازيميرو من تسديدة باغتت بونو، لكن الكرة مرت من تحت يديه ودخلت، وعدل الكفة بذلك كازيميرو لتصبح النتيجة 1 لمثلها. فيما في وصلت الدقيقة 79 مشاهدينا الكرام ليسجل عبد الحميد الصابري هدفا وينفض البعش، كما نقول بلغتنا بالعربية هنا في المغرب، نفض لهم الباش وسجل هدفا ثاني ليحرز هدفا بطريقة قوية لتدخل في شباك البرازيل. وتدخل المباراة الودية بين المغرب والبرازيل مشاهدينا الكرام في إطار المباريات الإعدادية التي سيخوضها المنتخب المغربي استعدادا لتصفية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا ساحل العاج في 2024. ويتصدر المنتخب البرازيلي الذي سبق وأن فاز بكأس العالم 5 مرات تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا للمنتخبات، بينما يحتل المنتخب المغربي المركز 11 في التصنيف العالمي. نتمنى أن يصعد المنتخب المغربي في بعض المراتب. والجدير بالذكر مشاهدينا الكرام أن أسود الأطلس خسر مرتين أمام السيليساو البرازيلي عام 1997 خلال مباراة ودية، وبعد ذلك بعام في دور مجموعة مونديال فرنسا لينهزم ب3 أهداف لواحد. وكما لاحظتم مشاهدينا الكرام، كان عرسا كرويا رائعا وطبقا ممتع. شاهدنا أسود الأطلس بنفس الأسلوب وبنفس العزيمة ونفس الإرادة، ونتمنى التوفيق لأسود الأطلس الذين يحق لنا الآن أن نفتخر ونرفع رؤوسنا في العالي، لأنه أصبحنا نملك منتخبا عربيا كبير باستطاعته أن يهزم أي منتخب آخر. إنهم أسود الأطلس يا سادة الذين أخضعوا المصنف العالمي الأول منتخب السيليساو. فعلا أنتم أسود اسم على مسمى. نشكركم على حسن المتابعة، ودمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.